النادي الاهلي السنه دي ما جابش غير حاجات بسيطه ومعينه، ويا ريته ما كان جابهم. اللي في الاولانيه اللي في الصيف قصدي. اللي في الصيف والثانيه لا يعني. الشتاء ليه جاب مروان عطيه يعني، بسم الله ما شاء الله. ايه ده رقم واحد دلوقتي ده. فين؟ هو مروان عطيه. امام عاشور هيريحنا منه. هو امام عاشور خلاص ها؟ لا ما انا بقول لك لو خلص هيبقى مش انت عندك هتفرق. معلومه في حاجه؟ انا عارف ان انت ايه؟ عندك معلومه بحاجه كده. لا لسه والله. ايه هقول اللي لك لسه والله؟ هقول لك يعني طب اليومين اللي اتاخرت ليه جايين دول. بنشوف كده؟ ما هي اتاخرت عشان حاجات تانية كده دخلت الموضوع. اللي انا قلت عليه في الانترو، انا قلت ان ما سمعتش امام والله. امام عنده غرامات. لا 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 لانه بقاله شهرين موجود هنا في مصر. لا انا ما اعرفش دي ما اعرفهاش. طب انت عارف ايه؟ هبقول لك بعديها بس طب ما تقول، ما احنا مع بعض اهو. لا ما مش هينفع دلوقتي لان ايه؟ هبقول لك بعد الحلقه. والله اقول لك بعد الحلقه لان لسه حاجه يعني فلوس يعني مثلا. فلوس النادي هنا مش قادر يدفعها الاهلي، ولا اللي هناك طالبين زياده؟ هقول لك ما انا بقول لك اهو بسالك. هقول لك بقى بقول لك. طب خلاص الاهلي اتفق مع النادي الدنماركي؟ لا لسه معقوله؟ في خلاف على قيمه الصفقه يعني. ايوه في خلاف يعني، قصدك على قيمه الصفقه اكتر المبلغ يعني. على المبلغ اكتر طيب اسمح نطلع لفاصل. اتفضل. ونرجع وتقول لي. طيب هقول لك في الفاصل. طيب وانا اقول بقى انا لا عشان بس لو في حاجه ما يتاذيش فيها اللاعب. طيب امام دلوقتي موجود جوه النادي الاهلي والامور يعني بيستعدوا لتقديم الصفقه. الناس بقى مستغربه، كابتن رضا بيقول كده ليه؟ ده حقيقي يعني؟ والله بعتلي. هو المفروض كانوا يعلنوا امتى؟ ايا كان قبل ماتش الزمالك. قبل ماتش الزمالك؟ هو الطبيعي بعد ما الموسم ينتهي. لا اصل ده مش هنا تبع اي نادي، ده هو نادي من بره وكانوا هيعلنوا كمان عشان يوقعوا معنويات كمان جماهير الزمالك ولاعيبه الزمالك واداره الزمالك. ده كان. طب ما ده حلو الفكر ده فكر هايل. بس هي اللي انا بقول لك عليه ده اللي اجلته شويه. مش الاصابه يعني؟ لا اصابه ايه؟ الاصابه ده شد في الخلفيه ولا مزق في الخلفيه عادي يعني، مش رباط صليبي يعني ولا غضروف ولا وتر اكيلس، لا. فدي عادي، امور عادي. بس هي المشكله في اللي انا قلته لك ده، فلسه في مفاوضات فيه. مفاوضات في الجانب المادي. لسه ما وصلوا للاعب مع اللاعب خلاص المتفق عليه. لا سيبك من اللاعب اي حاجه النادي الاهلي هيقول له عليها يمضي خلاص يعني. وخلصوا وخدوا قبضته وكل حاجه. بس هي المشكله هناك في ميتلاند. لما انت بتشوف امام عاشور قبل الصفر يقول لك انا مش هرجع غير على الزمالك، بتشوف ان دي غلطه اللاعب ولا غلطه النادي اللي المفروض كان هو قال ان انا هرجع عليه وما عرفش يجيبه؟ النادي مش عايزه. نادي الزمالك مش عايزه.